وحشتوني جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حموكشة، والنهاردة رجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما ابتدي اي حاجة، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. طبعا في ناس كتير على اليوتيوب والانستجرام طلبوا مني ان انا ازين اوضتي واصور لكم فلوج، وطبعا القناة دي تعتبر قناتكم قبل قناتي، فلازم انفذ الافكار اللي انتم بتقولوها لي. فيديو النهاردة مش هجيب زينة جاهزة من المحل، كل الزينة النهاردة هعملها بنفسي عشان اوريكم الطريقة عشان تعملوا زي، عشان طبعا مش كل الناس عندها القدرة انها تشتري زينة من بره، فانا النهاردة قررت اوريكم اسهل طريقه لعمل الزينه في البيت، ومش هتكلفك اكتر من 10 جنيه. فقبل ما ابتدي انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وانضم لاساطير حموكش، وكمان عشان تساعدني عشان اوصل ل 2000 مشترك. وبس كده، يلا بينا على طول ندخل في التفاصيل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا عندنا صندوق صغير اسمه صندوق الزينة، طبعا ما عليكم من خط الزبالة. اوكي، لما نفتح الصندوق على طول هنلاقي 3 الوان ب3 انواع هنستخدمهم في زينة النهاردة. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا مثلث وفانوس، والنوع التالت ده انا معرفش اسمه بس هو شكله جامد عامة. طبعا الورق اللي انا استخدمته في كل الزينة هو ورق لوحة عادي جدا، هتلاقيه في اي مكتبة. طبعا دي طريقة قص المثلثات زي ما انتم شايفين، وممكن اللوح الواحد يعمل اكتر من 50 مثلث. وطبعا زي ما انتم شايفين هي دي طريقة قص الفانوس، طريقة سهلة جدا وبسيطة. وطبعا طريقة قص النوع التالت كل اللي تعمله انك تقص مربع، بعدين تقص مثلث صغير من تحت، هيديك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. وطبعا هنا عندنا الخيط اللي احنا هنعلق عليه الزينة، واخر حاجة هنعلقها هي عقد النور الجامد ده، بجد يا جدعان شكله تحفة. طبعا وريتكم كل حاجة هستخدمها في فيديو النهاردة، فيلا بينا على طول نعلق الاشكال على الخيط. خليكم معايا في فيديو النهاردة بجد هتستمتعوا. طبعا كل اللي هنستخدمه في لزق الاشكال هي بكرة سولوتيب عادية جدا، وكمان صمغ. لسه مخلص الزينة زي ما انتوا شايفين كده. الزينة ورايا هي على السرير، فدلوقتي هنعلقها على الحيطة اللي انتوا شايفينها دي، وهي اكتر حيطة بتظهر معايا في الفيديوهات، فخليكم معايا. طب يا اساطير، ثبت الكاميرا هنا زي ما انتوا شايفين، وهروح على طول اعلق الزينة على الحيطة اللي انتوا شايفينها دي، فخليكم معايا. اساطير، خلصت تعليق كل الزينة، فدلوقتي هسيبكم مع لقطة سينمائية للأوضة بعد التزيين.
لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. وطبعا مش في كل فيديو بقى هحاول اقول لو عجبك الفيديو هتعمل ايه. اكيد انت عارف، هتنزل دلوقتي تعمل لايك وتشير الفيديو مع اصحابك، عشان بجد اللايك والشير بيساعدوني بشكل كبير جدا في انتشار الفيديو في اليوتيوب. وبس لو انت جديد هنا انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها. وان شاء الله باذن الله انتظروا مني فيديوهات جامده جدا في شهر رمضان. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. ما عنديش اي اهميه للناس اللي بتنتقد فيا، مستواكم تحتيا، مكانكم تحت رجليا.